ما تيجي نهون على بعض حر الصيف مع احسن واسهل طريقة للايس كريم. ويلا بينا على الفيديو، وانت داخله معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه. واول حاجه هنجهزها معانا هي 500 جرام من الحليب او اللبن، هننزل عليهم بمعلقه كبيره ونص من النشا، وعليهم معلقتين كبار ممسوحين من السكر وباكت من الفانيليا. هنرفعهم على النار لحد ما يتقلوا معانا ويبقوا زي المهلبية تماما، وبعدين هنسيبهم يبردوا تماما. وهنجهز معانا الكريمة اللي هي الكريم شانتيه. ضفت كوب الا ربع من الكريم شانتيه البودر، وعليهم كوب من الحليب او اللبن، ومعلقة بس ممسوحة كبيرة من السكر، وضربتهم كويس قوي لحد معايا ما بقوا كريم شانتيه وتحولوا للكريمة اللي انتوا شفتوها دي. نزلنا عليهم بقى بالمهلبية اللي احنا عملناها، وبعدين نزلنا عليهم كمان بجناش شوكولاتة. مفيش جناش شوكولاتة ممكن تحطي كاكاو، ممكن تستغني عن جناش الشوكولاتة خالص وتضيفي اي نوع من الفاكهة اللي انت تفضليها اللي تكوني عايزاها ايس كريم، او تضيفي مثلا اي نوع من الجيلي تفضليه تخليه ايس كريم زي ما تحبي. المهم الاساسي يكون معانا المهلبية اللي عملناها وسيبناها تبرد، وبعدين عملنا الكريم شانتيه وضفناهم على بعض. بعد كده تقدري تعملي اي طعم تحبيه وندخلها على الفريزر، وبنطلعها احلى ايس كريم ممكن تاكليه في الدنيا. حلو جدا جدا جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.